طيب ايه اللي بيحدد ان دي ماده مخدره؟ حد ماشي في الطريق اتمسك بماده، الماده جوه كيس، يعرفوا منين ان دي ماده مخدره ولا لا؟ قانون رقم 82 القانون رقم 182 لسنة 60 هذا الذي أردف به وألحق به الجداول المعدة لذلك. فهناك يا سيدتي من الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، الجداول دي بيكون موجود فيها المواد المخدرة، وطبقا جدول أول ولا جدول تاني وهكذا. تمام. باختصار حتى لا نطيل على أو حتى لا ندخل وبعيدا عن التأصيل والتعقيد، المخدر هو أي شيء يسبب تخدير سواء كان كلي أو جزئي، أو يسبب فقد كلي أو جزئي للعقل، أو يسبب سعادة ونشوة هي غير طبيعية. فهذه المسائل وهذه الأمور التي تحدث هذه الأوصاف وهذه الأعراض لربما تندرج وبالطبع ستندرج في إحدى الجداول المعدة للمواد المخدرة أو الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. لكن على الجانب الآخر لابد أن يتصور أن هناك قضية من قضايا المخدرات أو جريمة من جرائم المخدرات دون أن يكون هناك مخدر. فلا بد أن يكون هناك مخدر حتى نقول أننا أمام قضية من قضايا المواد المخدرة. يعني ما ينفعش حاكم حد بالاتجار مثلا في المواد المخدرة وأنا ما فيش مخدر مضبوط وأنا ما عنديش مخدر في القضية. يبقى لزاما على هذه المسألة حتى يتم التأكد من كونها المخدر، لأن هو أحيانا ممكن المادة المضبوطة نفسها ما تبقاش مخدر. صحيح. يعني بعد الفحص والتحليل تطلع حاجة تانية مش مخدر. ففي هذه المسألة يجب على المحقق أن يتبين من كونه هذه المادة المضبوطة، ويجب على المحقق أن يتبين ماهية هذه المادة المضبوطة، هل هي مخدر ولا لا. هو بيجي يقول لنا تشبه جوهر الهيروين مثلا، تشبه جوهر الحشيش مثلا، لكن هو ما بيقطعش، لأن احنا لسنا جهات فنية، بل نحن أو رجال القضاء ورجال القانون ليسوا بالخبراء المختصين في مثل هذه الأمور. فيجب عليهم أو على المحقق في مثل هذه الحالة الاستعانة بالخبراء اللي هو المعمل الكيميائي عشان يقول لي إذا كانت دي مادة مخدرة فعلا، وهل بتندرج في أي جدول من جداول المواد المخدرة، عشان ننظر إذا ما كان القيد والوصف أو التوصيف الجنائي للجريمة نفسها أو القضية دي هتنظر في محكمة الجنايات ولا تنظر في محكمة الجنح. فتوصيف الاتهام وماهية المادة المخدرة نفسها، ايه هي المادة المخدرة اللي عندي، لان انا عندي مواد ادرجت في الجداول الاولى ومواد ادرجت في الجداول الثانية، العقوبة بتختلف حسب نوع المخدر. اختلاف التوصيف كبداية، واختلاف العقوبة ده بطبيعة الحال، واختلاف اركان الجريمة اصلا. تمام. فده بيؤثر وبيشكل فارق كبير في سير العملية الإجرائية. طيب